السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم انتصار عرف الاقتصاد المنزلي. طبعا النهاردة أكلة شعبية وبسيطة، ما خدتش معايا ربع ساعة في طبخها. هي شوية بصارة بالبصل الناشف كده بحلاوته، تعصري عليها ليمون وتاكلي. كمان لو في بصل أحمر، بس ما كانش عندي، تحط طبق بصل أحمر كده وتغسليه وتحط عليه شوية ليمون شوية خل ويبقى عسل. يلا بينا نخش على المقادير. شوية فول مدشوش، والله عبارة عن كوباية كوباية ونص، بس من هنا رايحة أعمل كوباية لأن مفيش غيري أنا والحاج. بدعا بغسلهم مرة واثنين وثلاثة وأربعة لغاية ما ميتها تبقى بيضة خالص، وأروح حط عليها مية مغلية واركنها لمدة 3 ساعات تتنقع، علشان تبقى ما تبقاش ناشفة وما تاخدش وقت في السوا. شايفة أول ما دوست عليها اتكسرت على طول. واروح بعد كده اصفيهم، انا بعد ما تقعد 3 ساعات 4 ساعات اصفيهم واروح محضره لها ميه سخنه من الكتل، ما احطش ميه بارده علشان ولحت النار اهي عليها على الفولات، وهجيب ميه سخنه من الكتل وافضي ميه سخنه واسيبها شويه تغلي. اول ما تبدا تغلي كده انا هنشوف هنحط ايه. هنحط ايه؟ هنحط بصلة، هنحط فصين توم او توم مطحون بفلفل احمر مع حبة ملح، دول هنحطهم في الحلة. انا محضراهم كده اهم، شايفين؟ فلفلاية خضرة على حتة بصلة على حتة تومة على الملح شوية، واسيبهم يغلوا. لو في اي ريمة ولا اي حاجة اطلعها. وحطيت حبة ملح دي بس كده اهو. ايه رأيكم؟ طبعا شايفين المطبخ نظيف وحلو زي الفل. انا بقيت نشيطة وبشتغل وبعمل واصور واظبط في اخر تمام. ايه رأيكم في المنظر؟ وهي بنعمل مع بعض حبة البصرات كده اهو عشان نتغدى بيهم اهي. بعد كده انا هعمل ايه؟ هجيب شوية بصل واقطعهم جلوان كده اهو، واحمرهم واحضر احمر. دي طبعا كمان شوية خضرة، عبارة عن نص ربطة ونعناع، نص ربطة بقدونس، ونص ربطة كزبرة، ونص ربطة شبت، وادي النعناع كمان نعمتهم. دول انا مش هحطهم على النار غير لما يبدأ يستوي نص سوا الفول المدشوش. ليه؟ عشان اللون الخضرة بتاعتنا ما تبوظوش. وادي البصلة دي احنا هنقشرها وهنقطعها جلوان، وهنبدأ نحمرهم على النار بشوية زيت غزير، شوية زيت غزير. بعد كده هنحط للبصل ده احنا يا بنات؟ فكروا كده معايا. هنحط لها شوية نشا وسنة ملح علشان تبقى بصلة بصلة ناشفة وحلوة، تبقى مقرمشة كده وجميلة. يا تقطعيها جلوان يا تقطعيها مكعبات، فأنا بصراحة قطعتها جلوان أسهل وأسرع، لأن كده كده هي لما تنشف ممكن أنا أفركها. أدي شوية النشا. على فكرة أنا كل علبة يا بنات حطيت فيها معلقة صغيرة. ليه؟ عشان ما اقعدش اطلع من معلقة واحط في معلقة ومعلقة تخش في علبة غير ما حطيت في كل العلب، في كل علبة معلقة انضف واحسن. معالق من الصغيرة دي يا بنات، يعني حطيتها جوه العلبة. هقلب البصل كده في النشا والملح، وهحطهم اول ما الزيت يقدح. لازم الزيت يكون يقدح ولازم يكون غزير عشان يتحمصوا تحميصة حلوة. نصيحة يا بنات انك انتوا دايما تخلوا مطبخكم نظيف واول باول، فالنظافة بتخليكي ما تتعبيش ابدا في في المطبخ. كل ما هتنضفي اول باول فهيكون المطبخ نظيف ورايق وزي الفل. وما تكتريش طبيخ، يعني شوفي عدد افرادك كام، ما تكتريش طبيخ علشان ما ترميش الحاجة. يمكن لو فضلت طبق صغير انا او نص طبق، انا عندي كام فرخة بحط فيها بحط الاكل الطير ده يعني. بس لو ما عندكيش اكل طير ولا اي حاجة ولا طير، فانصحكيش انك انت تكتري اكل، لان مع الدنيا الغالية دي الحياة بقت صعبة جدا جدا. فامشي واحدة واحدة على قد ما تقدري، وظبطي نفسك في بيتك وأسرتك والعدد. يعني لو زادت حاجة المرة دي اظبطي المرة الجاية، يبقى نقصي شوية. اديني مستنين الزيت اهي. هحط البصلة
على النار اهي، وهقلب فيها. طبعا انا بمسك الطبق واحطه في الحوض على طول لغايه ما احمر دول ان شاء الله. مش هخلي حاجه في الحوض خالص خالص. بس ايه رايكم؟ طبعا أكلة سريعة وبسيطة. لو عندك جرجير، عندك خيار، عندك أي حاجة، دي ما بتاخدش وقت. كل حاجة ما بتاخدش وقت. لو انت حابة المطبخ، المطبخ هيحبك، مش هتتعبي في أي حاجة. واتمني دايما إن ربنا يديك الصحة وما يحوجك لحد أبدا، ولا الواد ولا البت. ربنا ما يحوجك لعيل، ويديك الصحة. وإن شاء الله كده ما تنسوناش كده في اللايك وكومنت حلو، علشان الفيديو كده يعلى ويوصل لمجموعة من حبايبك وحبايبي. هتستفادي انت وهتفيدي غيرك. فرجاء ما تنسناش في اللايك وكتابة كومنت حلو. اللي بيعمل البصارة بالطريقة دي يقولي، واللي ليه طريقة تاني برضه يقولي. يعني احنا حبيبتنا اللي في الجزائر بحب نكلمها ونقول لها انت عندكم في الجزائر بتعملوها بأي طريقة واسمها ايه عندك؟ رد علينا يا ام احمد. هي واحدة حبيبتنا من الجزائر اسمها ام احمد، ابنها معاه احمد. فبنحب نسألها تطبخيها ازاي عندكم في الجزائر، ولا ما بتطبخهاش خالص؟ قولين. انا هي بدأت استوت الفول، فهنحط الخضرة اللي احنا مخلينها. احنا حطيناها قبل ما تستوي كامل علشان ايه؟ يعني وادينا حطينا نعناع، علشان في ناس ما بتحملش البصارة وبتحصل فيها غازات. فالنعناع بيمنع من اي غازات يا بنات. تمسكيها وتفركيها بين صوابعك فتمنع اي غازات ولا اي تعب في البطن. نصيحة يعني. اهي وهنحمر البصل اهي، يد هنا ويد هنا، يد هنا ويد هنا. ما تخليكيش ايه يدك ايه تنسى البصل، علشان ايه ما تتحرقش منك. اهي يعني بحاول ان انا باي الامكان بستخدم حاجات بسيطه وصغيره. يعني انا دلوقتي البصاره مش هاخد اكتر من كوبايه، فبستخدم حله صغيره. حله ايه صغيره. فانا دلوقتي هقول لكم تاني استخدمت اللي هو البقدونس والخضره واللي هي الشبت والكزبره، كل واحده نص نص نص، وحطيتها. شايفين اهي الفوله استوت يا بنات. ليه؟ لان احنا نقعناها. تاني حاجة حطينا لها مية سخنة مش مية باردة. فطبعا ده كله بيخلي الحاجة ما تتأخرش، لان انت بتستفادي الانبوبة ما تخلصي. ادعوا لنا كمان الغاز الطبيعي يا بنات يخش. والله مستنية كل شوية يقولوا هيجي هيجي هيجي. لكن ان الغاز الطبيعي بيوفر عليك حاجات كتير. اول رفع الانبوبة، طبعا لو شحنت مش هتشحني اكتر ب100 جنيه، دي حاجات كتير. لكن دلوقتي الأنبوبة وصلت ل230 و250 حسب البايع اللي بيبيعها. فادعونا إن شاء الله ربنا يكرمنا بالغاز الطبيعي. اهي كده أنا شوية كده اهو، وهاخدها واروح ايه، لأن أنا ما عنديش هاند بلندر. كان عندي وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بوظهولي بصراحة. يعني كان معانا ناس كده هنا يدها كده ما بترحمش. اهي هحطه هضربه في الكبة، لان الهاند بلندر باظ والله يا بنات. ما كمل كام شهر. وطبعا اللي ما يرحمش حاجة غيره ربنا ما يرحمه. يلا الله يصلح حال كل الناس. اهي فطبعا لو حاجتك هتخافي عليها، مش حاجتك مش هتخافي عليها. فالواحد بيجيب أجهزة عشان يخاف عليها، لقاها باظت. حتى ما يروح اوديها للراجل قال لي ده حد غشيم داس عليها جامد. فاضطريت طبعا والله جايباها والله ما كملت كم شهر. اهي خلصنا البصلة، ودينا حطيناها على ايه مصفاية حلوة كده عشان تنزل الزيت. ورجعنا الزيت تاني اللي انا فضيته من البصلة ما رميتهوش. ما احنا قلنا لازم نحافظ على حاجتنا. ورحت حطيت ايه في الطاسة تاني عشان احمر حتة تومة، ومخلية حبة خضرة احطها فيها اول ما تحمص. وما تنسوش نحط ايه شوية الكزبرة زي ما انتوا شفتوا. وقلت لكم ان انا ايه كل بطرمان حاطة فيه معلقة بصراحة، عشان ما اطلعش من المعلقة دي للبطرمان دي، المعلقة دي البطرمان دي غلط. حتى الشاي والسكر كل بطرمان برضو حاطة ايه عليه معلقة. ايه رأيكم شوية البصارة الحلوين دول اهم. هحط طبعا بعد ما خلصت وحمرت التومة، ادينا حطيت الخضرة هقلبها قلمتين 3 يعني مش كتير، ما ياخدش 3 ثواني. وابدأ احطها ايه مع البصار. يلا ما تنسوناش كده في اللايك وكومنت حلو
وكلمة مشجعة. اللايك مش هيتعبك، يعني على يدك الشمال كده هتلاقي يد وصباع مرفوع، فاعتبري دي اللايك اللي هي ايه. فما تضايقني تزعلنيش كده وحطي لي لايك بس. فايه رأيكم؟ اهي قربنا نخلص، قربنا نخلص ادينا اهو. هنحطها في البصارة ونبدأ نغرفها وناكلها كمان. لو عيش شمسي يبقى تمام. يعني انت بتحبيها تاكليها بعيش شمسي ولا عيش مصري؟ كل واحد حسب ذوقه. احنا كانت معانا واحدة حبيبتنا اسمها الأبلة غرام، كانت تعمل لنا حلة كبيرة وتجيب لنا الكنترول. كان كل اللي في الكنترول ياكلها بنات. والله كانت تعملها مشطشطة وحلوة كده، وكمان شوية بصل وليمون. كانت في منتهى الروعة بصراحة، وناكلوها منها. تسلم يدها الأبلة غرام. ايه رأيكم؟ اهو ادي ايه الطبقين البصارة خلصوا، واديني بكسر معاكم البصلة، وهعملها مكسرة واحطها ايه في كل طبق شوية حلاوته. لان انا من النوع اللي احب البصل الناشف دي في الكشري، واحطها في ايه في البصارة. ايه رأيكم؟ يلا قولولي ايه رأيكم في النهاردة الأكلة البسيطة دي، علشان يعني سهلة وحلوة كده. وما تنسونيش كده، مش هأكد عليكم، ما تنسونيش ايه في اللايك، وتقولوا لي ايه رأيكم. كل واحد يقول لي بيطبخها ازاي. جنبيها شوية خيار. وايه طبعا انا ما لقيتش عندي بصل احمر ان انا احط جنبيها بصل احمر. يلا جزاكم الله خير، وما تنسوناش في اللايك. استودعتكم عند الله لا يضيع الودائع. السلام عليكم.